إلغاء بند اعتبار اللاعب الفلسطيني مصري بعد أزمة وسام مع الأهلي، بعد تمرد وسام أبو علي علشان يمشي، وكمان بعدها نزل الاتحاد الفلسطيني بيان بيهاجم فيه الأهلي وبيطلب من اتحاد الكورة إن هو يحمي وسام وحقوقه من إدارة الأهلي. فاتقال بعدها إن اتحاد الكورة هيلغي البند اللي بينص على معاملة اللاعب الفلسطيني كلاعب محلي بداية من الموسم الجديد، وهيتم معاملته على إنه لاعب أجنبي في القايمة. ولكن اتقال من مصدر داخل اتحاد الكورة إن ما يتم تداوله بخصوص هذا الشأن غير صحيح بالمرة، وإن اتحاد الكورة مش هيلغي البند ده لأنه بيعتبر من القرارات الداعمة للاعبين الفلسطينيين داخل المسابقات المحلية. ولكن اللجنة الفنية بالاتحاد اقترحت اقتراح يهدف إلى وضع سقف لعدد اللاعبين الفلسطينيين في قائمة كل نادي بدلا من ترك الأمر مفتوح كما هو الحال حاليا، وده ضمن خطة تنظيمية لضبط التوازن بين اللعيبة المحليين والأجانب. وتقال إن الموضوع ده لسه قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنه حتى الآن. أما بالنسبة للاتحاد الفلسطيني فحذف بعدها البيان، وطلع بعدها اللواء جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وأكد احترامه وتقديره للنادي الأهلي وجماهيره ولجماهير الكرة المصرية بشكل عام، وتمنى إنهاء الموضوع بطريقة مرضية لجميع الأطراف.